السلام عليكم، يا رب تكونوا في احسن حال. تعالوا النهارده بقى نعمل وصفة سندوتشات او معجنات تنفع كده معاكي للرحلات، تنفع معاكي في موسم الامتحانات كده. الصبح بتصحوا طبعا بيبقى عندكم مراجعة كلام من ده مع الولاد سريعة، مفيش وقت بقى انك تقعدي تحضري سندوتشات. هتطلعي دي من الفريزر على طول. بصوا عجينة قطنية هشة سفنج كده في ايدك، بصوا الجمال وبصوا قلبها من جوه مستوي ازاي وطعمها في نفس الوقت خطير. الحشوة طبعا دي براحتك انتي خالص، ممكن تحشيها حلو حادق، ميكس جبن زي ما انت عايزه. ما تنسوش لو عجبتكم القناه تشتركوا فيها. اول حاجه بحط كوبايه ونص من الحليب، ممكن حليب على ميه، ممكن ميه بس انا بحب اعملها بحاجه غنيه عشان تبقى كويسه للولاد وتبقى مغذيه ليهم. معلقه كبيره خميره ومعلقه كبيره سكر، بقلبهم كده مع بعض لحد ما ادوب الخميره والسكر مع بعض في اللبن. طبعا اللبن دافي ده معلقه. انا معايا هنا حوالي نص كوبايه من الزبده اللي هي السايحه، يعني انا مش مسخناها، انا بس مسيحاها عشان احنا بس في سقعه، لكن لو في الصيف بتبقى لينه كده. او زيت او سمنه براحتك، بس طبعا انا برضو بحب في المعجنات الزبده بتخلي المعجنات معاكي طريه هشه كده وقطنيه، بتبقى خطيره. وحطيت بضايه، بقلبهم كده مع بعض. طبعا البضايه هحط لها كده شويه فانيليا عشان ما يبقى لهاش ريحه او زفاره في قلب المعجنات بتاعتي. ما تستغنيش عن البضايه، بتخلي العجينه بتاعتك خطيره. بقلبهم كده مع بعض واخفق كده البيضه كده مع الخليط كله. بحط معلقه كبيره خل، بتحافظ على عمر المعجنات بتاعتي، وفي نفس الوقت بتبقى زي محسن كده للعجين. كل الحاجات دي بتساعد ان العجينه بتاعتك تطلع قطنيه وهشه معاكي. هغطيهم بس كده يرتاحوا شويه عشان كمان الخميره تبتدي تتفاعل عقبال ما احضر الدقيق. انا نخلت الدقيق حوالي نص كيلو دقيق، بس انا مش هنزل بيه كله على العجين او المواد السائله بتاعتي، علشان بتفرق من دقيق لدقيق. حطيت كده الحبه، هبتدي اقلبهم واشوف هعوز تاني ولا لا. هحط طبعا السنه، رشه الملح بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده تمام. هبتدي بقى اقلب العجين بتاعي. بصوا لا لسه سايله خالص، هي انا عجينتي هتبقى طريه بس مش للدرجة دي، يعني هبتدي برضو ألم كده. عايزاكي بقى تعجني فيها على قد ما تقدري، ما يهمكيش ان هي طرية لسه. كل ما هتعجني فيها كل ما هتلم معاكي من بالاستكاية اللي انت بتعجني فيها او الطبق اللي انت بتعجني فيه. بصوا الجمال. هي عايزة عافية شوية، يعني لو عندك عجان هيديكي نتيجة خطيرة. طبعا زي حالتنا كده على باب الله، انا عجنتها بايدي، نزلت عليها بقى كده، حطيتها على الارض قدامي ونزلت عليها لحد ما لميت العجينة معايا. هسيبها بقى ترتاح من نص ساعة لساعة الا ربع عشان احنا في سقعة، وتخمر معايا. هي خمرت معايا اهي، بسم الله ما شاء الله. بصي زي ما بقولك هي بتلزق، اوعي تخافي منها، التلزيقة دي اللي هتخليها معاكي تطلع طرية وهشة جدا. هنشكلها النهاردة بطريقة جديدة محببة كده للولاد، وفي نفس الوقت تبقى ظريفة لو عندك حد طالع رحلة بقى ياخد معاه كده، تبقى سندوتشات لطيفة. او لو انتي مثلا زي ما بقولك وقت الامتحانات مستعجلة بقى الصبح، هتطلعيها جاهزة من الفريزر بالحشوة بتاعتها. هتحشيها حلو وحادق براحتك. انا النهاردة هحشيها حادق، بس هي عادي ممكن، هي مدياني على فكرة طعم الكرواسون جدا، طعمها جميل. قطعتها بقى طبعا قطع كده على حسب الحجم اللي انا عاوزاه، وببتدي اكورها. البقجة العادية خالص بتاعت اي معجنات بنعملها، او القرص او اي حاجة، بتلمي كده العجينة مع بعضها وتكوريها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا انا جبت دي علشان احط عليها اللي انا هقطعه عشان اغطيه جنبي وابتدي افرد على التانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قطعت الكمية كلها، البركة بتاعتنا ما شاء الله، من النص كيلو طلعت لنا شوفي كام سندوتش. هغطيهم بقى بكيسة وبتاع. انا هنا معايا ميكس جبن، حط عليه فلفلاية خضرة وشوية من الزعتر، ومعايا هنا زيتون، عايزة اجيب زيتون مخلي اللي هو بتاع البيتزا، تمام. ما عندكيش وعندك زيتون عادي كده وقطعتيه انتي وطلعتي البذرة منه، زي ما انتي عايزة، بس هو بيخلي طعمها حلو.
هبتدي افردها زي الاسطوانة كده، وابتدي احط العجينة بتاعتي. ركزي معايا، وبحط عليها شوية الحشو، بفتحها كده من النص واقلبها زي الاكس، وابتدي الفها. بتطلع كده زي الضفيرة من على الوش، شكلها جميل جدا، وفي نفس الوقت العجينة طرية معايا. بصوا، بقفل الاول على الحشوة زي اهو، زي السمبوسة كده، وابتدي اعمل الاكس واقفلها. الشرح باين والتصوير باين جدا. تاني بفردها على قد ما اقدر علشان تديني طبقات هشة وقطنية، متبقاش معجونة معايا. بحط ميكس الجبن، ممكن تعملي سجق متشوح، ممكن تعملي سوسيس، ممكن تعملي شوكولاتة، زي ما انت عايزة. والاكس دي بنقلبها كده، بتدينا شكل الضفيرة كده في الاخر. لازم نقفل الحروف دي كويس. بصوا المنظر جميل. عملنا البركة بتاعتنا، نغطيها تاني علشان ترتاح معانا وتبتدي تنفش، علشان الطبقات بتاعتها تبتدي تبان معاكي، اللي هي القطنية اللي انا وريتها لك في الاول. تمام. ما اخدتش نص ساعة وخمرت، لان هي كان كده كده خمرانة من الاول، بس احنا مطرح بقى الفرد وكده ريحت. انا معايا هنا معلقتين زبادي، عليهم معلقة من النسكافيه سريع الذوبان او اي قهوة سريعة الذوبان، وببتدي ادهن بيها الوش. انا مش بحب ادهن ببيض، للناس اللي بتحب تدهن ببيض براحتك تماما، بيدي لون خطير البيض، بس انا بالنسبه لي لا، مش بعرف. بحط بقى على الوش كده شويه سمسم، شويه حبه البركه، زي ما انت عايزه. انا هحط من ده وده صراحه، يعني انا رشيت كده كام واحده كده بحبه البركه، برضو طعمها بيبقى جميل قوي مع المعجنات دي، وريحتها بتبقى حلوه. هندخلها على فرن درجه حرارته 200 لحد ما تبتدي تتحمر من فوق ومن تحت. لو البوتاجاز بتاعك مش بيحمر من فوق، اول ما تبتدي تاخد لون من تحت، ولعي لها الشوايه شويه وعينك عليها، هتبصي تلاقيها تاخد معاكي لون ذهبي جميل زي اللي انت شايفه ده. اول ما تطلع ببتدي اجيب بخاخه فيها ميه، وببتدي ابخ على وش المعجنات بتاعتي علشان تبقى طريه وهشه زي العيش الفينو كده. سهله وبسيطه، شكلها جميل، طعمها ألذ. انصحكم تجربوها. بحبكم في الله. منوعات أسرة بسيطة معاكم دايما، هتعمل لكم كل حاجة حلوة وتسهل عليكم. بصوا النتيجة النهائية، ما شاء الله قمر، أحلى من العيش الفينو وأحلى من السندوتشات الجاهزة، حاجة كده خطيرة. والحشوة براحتك، بصوا زي السفنج في ايدي والله. بصوا القطن، بصوا القطن والجمال. بصوا العجينة من جوه ما شاء الله، الحشوة بتاعتنا ما شاء الله عليها مليانة، ما فيهاش عجين كتير، وفي نفس الوقت حتى ده بصوا قطني جدا، طعمه لذيذ وخطير. ما تنسوش لو عجبتكم قناتنا تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس، تقولوا لكل حبايبكم عليها علشان نكبر بيكم وليكم دايما. بحبكم في الله،